بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. فيديو صادم جدا. متصلة بتقول ان جوزها طلب من صاحبه انه يعاشرها هي وامها ومرات اخوها.
السبب يعني أغرب من الخيال، وهنشوف يعني الدكتورة نادية عمارة اتصدمت وهنشوف ردها عليها. أنا ليا تعقيب. هذا الزوج مش سوي. عشان ينتقم من زوجته يعني يطلب من صاحبه ان يعمل علاقة مع مراته وحماته ومرات ومرات اخوه ومراته. ده انسان مش سوي ولا دي اخلاق. انت مثلا زعلت من مراتك، اما تصلحوا اما تفترقوا. اما بقى عشان انت عايز تسوق سمعتها او تجرها للفاحشة، انت راجل مش سليم مش مظبوط. يعني دي يعني مثلا دي مراتك وام عيالك، يعني انت كده دماغك مش تمام. دي مش رجولة. يعني اللي عملته ده مش صح. والزوجة برضو يعني اي نعم الحمد لله ما وقعتش في الفاحشة ولا حاجة، بس غلطانة برضو اني تكلم هذا الشاب. يعني مش محلل ليكي اني يكلمك في الموضوع غلط. انا بنصح يعني اللي عايز يفترق عن مراته يفترق بالمعروف، مش يسوق. يعني مراته تكون ست محترمة وكويسة ويروح يعوذ بالله مثلا يتبلى عليها بفضيحة او يسوق عليها حد عشان يجرها لفاحشة. ده انسان مش سوي. ولا مثلا الزوجة تتحجج انها في مشاكل مع جوزها تروح تتكلم واحد تاني. ده برضو مش سلوك مش سوي. الصح صح والغلط غلط. شكرا لحسن المتابعة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتنا اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال له حاجة ان هو يكسر عنه بيها عشان كنت طالبة الطلاق وخلاص. فكان طالب منه حاجة وحشة ان هو يعملها فيه او في امه او في مرات اخوه. ده زوجك؟ هو رفض. زوجك رفض في الموضوع ده. يعني هو زوجك اللي يا دعاء زوجك هو اللي طلب من صاحبه الامر ده؟ انا ما عرفتش الكلام ده اللي بعد المسجد. انت ما تعرفيش برضه انت ايه؟ معلش يا دكتورة نادية. من غير معلش والله. اتفضلي. ربنا صادق وربنا اللي عالم ان انا صادقة في كل كلمة هقولها. طب اتفضلي يا ست دعاء. ان واحدة كنت متجوزة بقالها 10 سنين، ويعلم ربنا ان انا كنت ماشية على الطريق المستقيم ومعاملة جوزي بما يرضي الله. والحمد لله يعني العلاقة كانت وحشة ما بينا، وكان فيها غضبات كتير ليها وغضبت أكتر من 10 مرة عند عيلتي. كان بضرب وبهين وكده. وما كنت وعمري ما كنت أتوقع إن أنا أكلم واحد غير. فحصل الظروف كده وغضبت في مرة، وكانت الغضبة دي كانت واقفة على الطلاق. والحمد لله ربنا سهل الأمور ورجعت تاني. ولما أنا رجعت معلش كنت معلش أنا سامعاكي على مهلك. لما انا رجعت وعد ان هو عمره ما هيقعد يضرب، وان هو هيتغير وهيتعدل معايا، وما عادش في حاجة من اللي كانت فاتت دي خالص. وصدقت ورجعت.
لما انا رجعت بقى الحمد لله حسيت ان الامور اتظبطت شوية والحمد لله بقى كويس معايا. الحمد بس لله. انا كنت وانا في الابتدائي كنت انا في واحد جارنا كده كنت انا عيلة في الابتدائي وهو كان في الثانوي وكان في علاقة حب يعني كده هي. فلما انا رجعت المرة دي كان جوزي طالب كان هو صاحبه. ولما انا كان على طول بيدخل في الغرق يعني لما كنا غضبانة بيدخل بيفرح ما بينا وكده. وكان بيحصل يعني بيقعد يتكلم يعني يصالح ما بينا انا وجوزي وكده. ولما انا رجعت وزوجك عارف انه ده كنت انت يعني في يوم ما بتبادليه مشاعر او شيء ولا ما يعرفش؟ لا والله العظيم انا كنت بعتبره اخ ليا من انت بتقولي يعني كان في عاطفة ولا في الابتدائية. انا فاهمة. الزوج ما عندوش بقى خبر عن الكلام ده؟ لا ما كانش عنده حاجة خالص ولا كان حد يعلم لمه ولا اي حاجة. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ خلينا على السؤال. طفلة يعني عادي. انا واخدة بالي كأنه اخ قبل الشارع عندنا كده كأنه اخويا. انا فاهماك يا دعاء. انا بس بسأل الشيء في نفسي يعني. لكن انتهى الامر الى ايه؟ انا رجعت بقى المرة ديت انا كنت واقفة على الطلاق رجعت والحمد لله ربنا سمح جوزي وكويس معايا والحمد لله. بس جوزي لما كنت غضبانة الغضبة الأخيرة ديت طبعا كنت طالبة الطلاق. قال له حاجة إن هو يكسر عني بيها عشان كنت طالبة الطلاق وخلاص. فكان طالب منه حاجة وحشة إن هو يعملها فيا أو في أمي أو في مرات أخوي. ده زوجك؟ هو رفض. زوجك رفض الموضوع ده. يعني هو زوجك اللي يا دعاء زوجك هو اللي طلب من صاحبه الامر ده؟ انا ما عرفتش الكلام ده اللي بعد المسجد. انت ما تعرفيش برضه. انت ايه الدليل على ان الكلام ده صح؟ ما يمكن كلام اللي جاي يقولك ان الكلام ده ما يبقاش صح. ايه دليله؟ ما انا هتكلم معاكي اهو. احنا عايزين نختصر عشان نلحق نجاوب ونلحق نشوف بعد الاسئله. ربنا رجعت وخلصت كده. خد مني الرقم بتاعي وقعد يحاول ان هو يكلمني وانا كنت بصده يعلم ربنا. انا عمري ما كنت اتوقع ان انا اكلم حد غير جوزي. كنت بصده ما كنتش بتكلم معاه خالص. وكنت بديله كلام كتير وكلام وحش ان هو يقطع الكلام معايا. مرة مع مرة كان كتير وزن مرة يفتح يعني خدت وانسجمت معاه في الكلام. والشيطان شاطر بقى يعني زن عليه كتير. وحصل ما بينا حاجات على كاميرا التليفون كده وطلب مني ان انا اديله حاجة من جسمه مصورة
فالصور دي بيضغط عليا بها الوقت. طب ما دلوقتي أنا خايفة ناظر جدا إن هو هيقول لجوزي لو هو كل يعني هو دلوقتي الموضوع ده هو بقى اللي قام بيه، مش زوجك اللي قال له اعمل الكلام الفاضي ده، ولا الاتنين بالاتفاق بالاتنين؟ نعم. الصوت اللي ايه يا فندم يا دعاء؟ جوزي قال الكلام لما انا كنت غضبانة. هو قال الكلام ده وانتي سمعتيه؟ انا ما اعرفش عن الكلام ده. طيب السؤال يا دعاء، السؤال. طب تسنيم، معلش، تسنيم، وتسنيم هي اللي تتكلم. تسنيم كلميها انت يا تسنيم.